ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الأعزاء إلى استوديو إفريقيا المخصص اليوم للحديث عن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية الجابون 2017 النسخة 31 من هذا العرس الإفريقي. المنتخب المصري اليوم مشاهدينا بعد غياب 7 سنوات عاد إلى المحفل الإفريقي ويصل إلى الدور نصف النهائي ليثبت أحفاد الفراعنة أنهم دائما قادرين على التعامل مع القارة الإفريقية. يلتقي منتخب بوركينا فاسو، المنتخب الذي حل وصيفا في 2013. فأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المباراة الكبرى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر وبوركينا فاسو. في البداية دعونا نرحب بضيوفنا الأعزاء، ولكن نبدأ اليوم بنجم جديد لأول مرة يشرفنا في قنوات بين سبورتس، أحد نجوم الكرة المصرية، بل أحد الأساطير، بل هو كبير الهدافين، عميد الكرة المصرية. نتمنى أن نستمتع بحوار كبير معه ومع ضيوف في هذه السهرة، الأسطورة الكروية المصرية. عمرو زكي اتأخر ولكن يلعب في الجهة العكسية لحسام، واستلام حسام وانفراد حسام، ويسجل حسام جول، يسجل حسام جول. العميد العديد حسام حسن، حسام حسن، يا حسام يا حسن، يا حسام يا حسن، يا حسام يا حسام يا حسام يا حسام يا حسن، تستحق الحقيقة يعني أعلى التقدير وأعلى الأوسمة. كابتن حسام حسن نجم الكرة المصرية والذي نتشرف بوجوده اليوم لأول مرة معنا في قنوات بين سبورتس، عميد الكرة المصرية سابقا ولاعبي العالم سابقا وأحد النجوم الكبار المتألقين كانوا في المحفل الإفريقي كأس الأمم الإفريقية. أهلا بك كابتن حسام وسعداء بوجودك معنا اليوم. أهلا بك كابتن أحمد، وسعيد أن أكون معاكم وسعيد أن أكون موجود مع كابتن نبيل وكابتن وائل وكل الجماهير العربية والجماهير المصرية بصفة خاصة. إن شاء الله يكون بالتوفيق لمنتخب مصر النهارده، وان شاء الله نستمتع بالمباراه والنتيجه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسام حسن اهلا بك معنا.